السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بحضراتكم. ما الحكمة؟ إيه الحكمة في إن كلمة الحياة آخرها تاء مغلقة وكلمة الموت تنتهي بتاء مفتوحة؟ طبعا هقول لكم يا جماعة المعلومات دي يا جماعة مش موجودة على شبكة الإنترنت. لو دورت في كل المواقع، دورت في كل فيديوهات اليوتيوب، إنك تلاقي الحكمة إن كلمة الحياة آخرها تاء مربوطة والموت آخرها تاء مفتوحة. مش كده وبس، علاقتهم إيه؟ علاقتهم إيه بالحياة أو بالآخرة؟ الحياة اللي احنا عايشينها وبالآخرة، أو بمعنى أصح من الناحية الدينية. خليك معايا كده واحدة واحدة. كلمة الحياة طبعا حياة الإنسان في الدنيا. الحياة اللي احنا بنعيشها، الحياة في الدنيا لها بداية ولها نهاية. إزاي؟ البداية عندما يكون إنسان جنينا في بطن أمه، والنهاية عندما يموت. يعني بداية الإنسان لما يكون جنين في بطن أمه، مش هقول لك لما يتولد، على أساس إن هو جنين في بطن أمه يعتبر حي. تمام؟ النهاية عندما يموت. عندما يموت. المراحل دي كلها مرحلة حياة. تمام؟ برضو عايزين نعرف الإنسان مهما عاش في الدنيا لابد له من الانتهاء والنهاية. تمام؟ يعني الإنسان مهما يعيش، عاش 20 سنة 30 سنة 50 سنة، زي ما يعيش له بداية وله إيه؟ نهاية. كلمة الحياة آخرها تاء مغلقة. زي ما انت شايف ان كلمة الحياة اخرها تاء مغلقة، او بنسميها بالعامية تاء ايه؟ تاء مقفولة. ما علاقة التاء المغلقة بنهاية الانسان؟ بنتكلم دلوقتي عن نهاية الانسان. ايه علاقة التاء المغلقة بنهاية الانسان؟ انت معايا كده؟ برضو احنا عايزين نفهم النقطة ديك. معايا كده؟ التاء المغلقة مثل الدائرة. انظر إلى هذه الدائرة. بمعنى إيه؟ أنت شايف قدامك دايرة، تمام؟ وفي عندك نقطة كده على الدايرة زي ما أنت شايف، أو بنسميها دايرة إيه؟ بسيطة صغيرة أوي أوي يعني. تمام؟ لو أنت بصيت، لو إحنا خرجنا من النقطة دي سهم، ونكمل سهم تاني، ونكمل الدايرة، هنكمل الدايرة، هنكمل الدايرة، هنكمل الدايرة، نكمل الدايرة. وصلنا ايه؟ وصلنا لنفس النقطة اللي احنا بدأنا منها. انا عايزك كده ايه؟ ركز معايا كويس. وصلنا لنفس النقطة اللي احنا بدأنا منها. يعني الدايرة النقطة اهي زي ما انت شايف، وادي السهم، والسهم يمشي يمشي يجري 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 لغاية لما يوصل لنفس الايه؟ البداية، بداية الدايرة اللي احنا بدأنا منها. مش مع كده؟ ركزت كده معايا؟ فهمت انا اقصد ايه؟ وبالتالي التاء المغلقة مثل حياة الإنسان المغلقة. فهمت بقى الحكمة جت ازاي؟ ان التاء المغلقة مثل حياة الانسان المغلقة. هذه الحياة مغلقة بدأت من مولود ضعيف ليس له حول ولا قوة، وتنتهي برجل كبير في السن، ضعيف الجسم، ليس له حول ولا قوة. وكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مع كده الحياة لها بداية ونهاية، والإنسان له بداية ونهاية في الدنيا كما في الدائرة أو التاء المغلقة التي في كلمة الحياة. يعني يا جماعة بمعنى أصح، كلمة الحياة آخرها تاء مغلقة. وطبعا جبت لكم الدايرة، بدأنا من نقطة وبننتهي بنفس النقطة. الإنسان بدأ ضعيف، ولد من بطن أمه ضعيف، هو في بطن أمه جنينا ضعيف، ويكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم ينتهي للضعف لما يكون كبير في السن. كل ما بيكبر في السن بيضعف. مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب،
مرحلة الرجولة، مرحلة الايه الشيخوخة، هي مرحلة الضعف. بدأ ضعيفا وانتهى ضعيفا. الحياة بتاعتنا يا جماعة اللي احنا عايشينها لها بداية ولها نهاية. بداية الحياة اللي هي والجنين في بطن أمي، ونهايتها لما يموت. إذا الحياة اللي احنا عايشينها لها بداية ولها نهاية، مثل التاء المغلقة التي توجد في كلمة الحياة. والحياة هنا يا جماعة معناها طبعا الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها، حياة الدنيا. ايه رأيكم في هذا التشبيه؟ اعتقد يا جماعة ان التشبيه ده صعب 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 يعني تلاقوه في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. اقلب اليوتيوب زي ما انت عايز واسمع اي فيديو زي ما انت عايز، مستحيل تلاقي حد جاب لك بنفس الشرح اللي احنا شرحناه كده بالظبط. تمام. الكلام ده في كلمة الحياة. نيجي بقى كلمة الموت. كلمة الموت آخرها تاء مفتوحة. تمام. بتدل على إيه؟ ركز معايا بقى. كلمة الموت تنتهي بتاء مفتوحة. تمام. نتكلم بقى عن الموت. الموت بداية للآخرة. بعد أن يموت الإنسان تبدأ بداية الآخرة، والآخرة ليس لها نهاية. ولذلك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والآخرة خير وأبقى. الآخرة أبقى. الدنيا هتعيش فيها 10 سنين، 20 سنة، يا عم 100 سنة، لكن الآخرة ليس لها نهاية. الإنسان أول ما يموت قامت قيامته وبدأت الآخرة بتاعته. ما الآخرة يا جماعة مش يوم القيامة بس، الآخرة بدأت من أول ما الإنسان يموت. الآخرة بدأت معاه، قامت قيامته. الإنسان مات، بدأت الآخرة، وتستمر الآخرة إلى ما لا نهاية. تقوم القيامة معايا، ويسأل الله سبحانه وتعالى الناس عن أعمالهم، يحاسبهم عن أعمالهم. هناك من يدخل الجنة وهناك من يدخل النار، سواء الجنة أو النار الحياة أبدية. فكلمة أبقى أي أبدية ليس لها نهاية. السؤال برضو، ما علاقة الآخرة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي بالتاء المفتوحة في كلمة الموت؟ دلوقتي اتكلمنا إن الآخرة بتبدأ من وفاة الإنسان وليس لها نهاية، لأن بعد كده في يوم القيامة والحساب والجنة والنار ليس لها نهاية. إيه علاقة الآخرة بالتاء المفتوحة في كلمة الموت؟ تمام. كلمة الموت تنتهي بتاء مفتوحة. تمام. عكس مفتوحة مغلقة. وكلمة مغلقة تحدثنا عنها في كلمة الحياة لما جبنا الدايرة والكلام ده كله. فعكس كلمة مفتوحة مغلقة. تمام. وبالتالي كلمة الموت التاء مفتوحة ليدل أن ما بعد الموت مفتوح أبدي. أنا عايزك ركز في اللي أنا قلته دلوقتي. تمام معايا كده؟ يبقى كلمة الموت تاء مفتوحة، والإنسان لما يموت قامت قيامته، بدأت الآخرة بتاعته إلى ما لا نهاية، والتاء مفتوحة. ما بعد الموت مفتوح أبدي، وهي الآخرة مفتوحة ليس لها نهاية. الآخرة مفتوحة ليس لها نهاية. الإنسان لما يموت قامت قيامته زي ما قلنا قبل كده. إنها الأبدية الخالدة ليس لها نهاية. مع كده يا جماعة الملخص يا جماعة، كلمة الحياة التاء في الآخر مغلقة أو بنسميها مقفولة بالعامية. وكلمة الحياة لها بداية ولها نهاية. إنسان في بطن أمه بيموت،
انتهى كده خلاص، انتهت حياته. فالتاء هنا مغلقة، الحياة. كلمة الموت التاء هنا مفتوحة. لو انت بصيت ان الانسان لما يموت قامت قيامته، بدأت الآخرة بتاعته. طيب الآخرة لها نهاية؟ ليس لها نهاية، لأن الإنسان بيخش الجنة والنار خالدا بلا موت. يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. أتمنى يا جماعة تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.